من الحاجات اللي انا بحبها في المانيا وهي القعدات اللي بشكل مجاني اللي موجوده في الشوارع. تعالوا اوريكم دلوقتي انا قصدي ايه. انا دلوقتي موجود في شارع عادي جدا في المدينه، قاعد على بنك من اللي موجود في الشارع بشكل مجاني بنسبه 100%. بس بص المنظر ورايا عامل ازاي، قاعد قدام المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنا هو نص المدينه، الشارع ده ممتد لجوه خالص، وهنا القعدات اللي موجوده هنا دي بشكل مجاني، وفي العماره اللي هناك دي شكلها اثري، ده غير ان الزرع موجود في كل مكان. وبعديها بكام متر كان في قاعدة بشكل مجاني اللي بتبص على البحيرة اللي بتخليك تقعد تستمتع بالمنظر الجميل ده. ما تنساش لايك لو الفيديو عجبك وتشترك معانا علشان تشوف بقية الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. من الحاجات اللي انا بحبها في الشوارع الالمانيه حاجه زي اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي، وهي الترومبه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي عباره عن ترومبه ميه موجوده كده في الشوارع، اي حد ممكن يشرب منها. والجميل فيها ان الميه بتاعتها ساقعه تلج زي ما يكون كولدير. تعالوا اوريكم بتشتغل ازاي. دي بتشد اليد دي كده، تجيبها على اليمين وبتستنى شويه، تفضل مستني شويه لحد ما تنزل لك ميه. كده بدات تنزل ميه، مجرد ما تشيل ايدك بتوقف ميه على طول. قولوا لي ايه رايكم في الفكره دي في التعليقات. حاجات بحبها في القطر الألماني، جنب كل كرسي موجود الستارة دي بحيث إن الشمس لو جاية عليكم مضايقاك، لأن أوقات الشمس بتكون قوية جدا هنا في الصيف، فبتقدر تنزل الستارة وتقدر ترفعها لو أنت مش محتاجها. وكمان جنب كل كرسي في القطر لازم يكون موجود فيه سلة المهملات دي علشان ما ترميش أي حاجة معاك في القطر وترميها جوه الباسكت ده. وما بين كل 4 كراسي بتيجي الترابيزة الكبيرة دي فيها أماكن كمان للمشاريب. وكمان موجود عند كل 4 كراسي مصدر كهرباء تقدر تشحن بيه اللابتوب بتاعك او التليفون. موجود عند كل 4 كراسي تحت الترابيزه الخطاف ده اللي تقدر تعلق عليه اي شنط او اي حاجه انت جايبها وجاي معاك. وطبعا نظافه القطر دايما بيبقى نظيف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما فيهوش اي وساخ. لايك واشترك معانا علشان تشوف بقيه الفيديوهات. فإن ألمانيا فيها حاجات كتيرة جميلة جدا احنا بنحبها. تعالوا شارك النهارده معاكم حاجة من الحاجات الجميلة جدا في ألمانيا. لو انتوا شايفين الأوضة اللي بالإزاز اللي ورايا دي، تعالوا أوريكم فكرة الأوضة دي عبارة عن إيه بالظبط. دلوقتي أنا موجود هنا أهو في البانهوف. موجود هنا الأوضة دي علشان لو أي حد الدنيا برد أو الدنيا بتمطر ومحتاج يقعد في مكان دفى يخش هنا في الأوضة دي، وهنلاقي الحاج هنا نايم والدنيا جميلة خالص بكل سهولة. يفتح من هنا كده. الناس ممكن تيجي تقعد هنا في الهدوء بعيد عن الدوشة بتاعت بره. لو حد كبير في السن أو حد تعبان مثلا ومحتاج راحة وهدوء هيخش الأوضة دي بيبعد عن صوت القطارات والدوشة بتاعت بره. القطر بره أهو، بكل سهولة بتفتح الأوضة دي كده، تخرج منها بتقوم رايح راكب القطر بتاعك على طول. من الحاجات اللي انا بحبها جدا في المانيا وهي النباتات الطبيعيه المتسلقه زي اللي ورايا دي كده. نوع الزرع ده اللي هو المتسلق ده مشهور جدا هنا في المانيا. الزرعه طالعه من هنا، طالعه اهي بشكل جمالي جدا، طالعه لحد اخر البيت من فوق لحد البلكونه اللي فوق دي. ده لما الصيف بيخش اكتر من كده بتلاقي الزهور دي كلها طالعه، بيبقى شكلها جميل جدا كأن حد قصدها. شوف طالعين حوالين العمود ازاي ملفوفين حواليه. دول بيطلعوا كده من نفسهم، محدش بيزرعهم مثلا او حد بيشتريهم، هم هتلاقيهم هنا في كل مكان كده، وهتلاقيهم هناك هنا برضو. شايفين المنظر طالعين حوالين البيوت عاملين منظر جميل جدا. وانا ماشي دلوقتي في الشوارع الالمانيه لقيت فكره جميله جدا في واحد عاملها. تعالوا اوريكم الفكره دي وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. فين العربيه اللي قدامكم دي عباره عن عربيه فارشوله. فارشوله اللي هي مدرسه السواقه، الناس بتيجي تتعلم السواقه هنا. لو انتوا شايفين هنا الامضاءات والاسامي والكلام اللي مكتوب ده عباره عن توقيع الطلاب اللي اتعلموا في المدرسه دي وامتحنوا واجتازوا الامتحان ونجحوا الحمد لله وخدوا رخصتهم. بييجوا هنا يكتبوا، هنا واحد اسمه اولي، هنا واحد اسمه توني، كنوع من انواع الذكرى. وكمان هتبقى حاجه جميله جدا لو شفت العربيه دي ماشيه وعليها امضتك وتفتكر ان في يوم من الايام كنت بتتمرن على العربيه دي قبل ما تطلع رخصتك. قولوا لي ايه رايكم في الفكره الجميله دي، وما تنساش تشترك معانا علشان تشوف بقيه الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. من الحاجات اللي انا بحبها جدا في المانيا انك ما تبقاش خايف انك تعيا او يحصل لك حاجه في يوم من الايام، سواء من شغلك او سواء من تكلفه العلاج والمستشفيات. مش هتبقى خايف مثلا انك لو عييت او حصل لك مشكله مرضيه ان مديرك يطردك. هنا قانون الموظفين بيحميك، وفي فترتك المرضيه التامين وصاحب الشغل بيدفعوا كمان مرتبك بنسبه 60%. مرتبك بينزل لك زي ما هو وانت قاعد في البيت الفتره المرضيه كلها. وكمان لا قدر الله لو محتاج تعمل عمليه او تكلفه العلاج عاليه او حاجه، فانت اكيد بيكون عندك تامين صحي بيتكفل بكل المصاريف دي. ولما بتخلص فتره علاجك بترجع شغلك بشكل طبيعي جدا، وده طبعا لو فتره علاجك ما طولتش بشكل كبير جدا. وكمان مش هتكون عيان او تعبان وتضطر تروح الشغل علشان ترضي مديرك.
هنا اصلا القانون بيمنع انك تشتغل لو انت تعبان، ومن حقك لو انت تعبان انك تكلم صاحب الشغل تقول له ان انت مش جاي. كل اللي انت محتاج تعمله انك بتروح للدكتور بتكشف وبتجيب اثبات من الدكتور انك كنت تعبان فعلا وبتبعته للشغل، وده كل اللي عليك تعمله. المكان اللي انا فيه ده من اجمل الاماكن اللي بتقدمها الحكومه الالمانيه هنا لاي حد عايش في المانيا. تعالوا افرجكم على المكان واعرفكم عليه واعرفكم المكان ده عباره عن ايه بالظبط. اولا كل اللي حواليا ده عباره عن بارك. البارك ده اخره من هنا في غابه. لو جينا مشينا هنا كده هنلاقي المكان اللي انا واقف فيه الجميل ده. المكان ده عباره عن جيم موجود في نص البارك. هتلاقي ادي جهاز الثاني الثالث الرابع الخامس السابع. المكان ده بقى موجود في نص البارك، مفتوح 24 ساعة، تقدر تيجي هنا في أي وقت بشكل مجاني. ده جهاز من الأجهزة، أدي أول جهاز، وده الجهاز التاني، وكمان مكتوب على كل جهاز الجهاز ده بيقوي أنهي عضلة بالظبط، وده الجهاز بتاع الوسط. فأنت تقدر تيجي هنا في أي وقت تمارس الرياضة براحتك من غير ما تدفع ولا جنيه. لو أنت من النوع اللي مش بيحب يروح الجيم علشان بعيد، أو أنت من النوع اللي بيحب يوفر، فعندك جيم اهو مجاني وسط الطبيعة في الهواء الطبيعي. تقدر تطلع تاخد جولة تجري تسخن. تعالوا اقول لكم معلومة عن الطرق الألمانية. لو لاحظنا هنا هنلاقي ادي حارة وادي التانية، وفي حارة تالتة على اليمين خالص. هنلاقي ان الخط بتاع الحارة دي متصل، مش زي الخط المتقطع اللي على الشمال ده. نلاقي ان العربيات دايما ماشية هنا او على الحارة دي، زي العربية اللي لسه واصلة دي، والحارة دي دايما فاضية، وده ممنوع ان اي شخص يمشي فيها من غير الاسباب اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. الشخص يقدر يمشي في الحارة دي لو في حالة ان عربيته متعطلة، يقدر يسحب العربية ويمشيها لحد هنا او يزقها ويوقفها في الخط ده لحد ما يطلب مساعدة، بحيث ان لو في حد عربيته متعطلة ما يسببش ان الطريق يقف ويطلع بالعربية يقف هنا. تاني حاجة وهو ان الخط ده دايما لما بيحصل حالة طوارئ، الشرطة والاسعاف لما بييجوا يمشوا من نص الطريق هنا، العربيات لازم كلها تتجه من الخط ده للخط ده علشان يفتحوا طريق في النص للاسعاف وللشرطة. ولو انت مهتم بالسفر والحياة في المانيا ما تنساش تشترك معانا واستنى الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله.